السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. انا روبي، مصرية عايشة في تركيا، للي اول مرة يشوفني. هنعمل مع بعض النهاردة القمر اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل مع بعض تتبيلة فراخ حلوة جدا جدا مميزة. تنفع تبقى في الفرن وتنفع تشويها كده على البوتاجاز من فوق، بس هتاخد لون كده من فوق. اول حاجه انا معايا دبابيس. هنقول على كل حاجه واحده واحده بالتفاصيل. انا معايا كميه من الدبابيس، ينفع تتعمل على فكره بالوراك الكامله. بجيبها وبغسلها كويس جدا وبنقعها شويه في محلول النقع بتاعنا، اللي هو ملح وسكر وليمونه كامله، وبعدين بحط القشر بتاعها في ميه النقع، وبحط ربع كوبايه خل على كميه ميه مناسبه للفراخ، وبعدين بغسلها كويس جدا. بعدين بسيبها تتنقع شويه، وبعدين باخدها اشطفها واصفيها، وبعدين انا غازها كده زي ما انتم شايفين. عشان التتبيله بتاعتها ايه؟ تبقى تتغلغل يعني جوه اللحم، واللحم يبقى طري ويبقى حلو. هنعمل مع بعض دلوقتي ايه؟ التتبيله بتاعته عباره عن دبس عنب. ولو ما عندكيش دبس عنب ممكن تستبدليه بتاع ده، بعسل اسود معلقه كبيره. ماشي. وربع كوبايه لبن، اللي هو الحليب، ومعلقتين كبار من الزبادي. هقلب بقى الكلام الجميل ده كله زي ما انتوا شايفين كده. وهحط التوابل بتاعتي. الاول احط عصره ليمونه، نص ليمونه، وبعدين احط التوابل بتاعتي. التوابل بقى لو عندك مكعب ماجي ممكن تستخدميه، مفيش ممكن تستبعديه يعني عادي. والاساسي بتاعنا الزعتر المجفف والسماق، وعندنا الفلفل الاحمر المجروش، وفلفل اسمر زي ما اتفقنا، وكزبره ناشفه. تمام كده، تمام كده. هحط بقى شويه خل كمان، وهحط معلقه كبيره من الصلصه عشان تدي الفراخ لون حلو. واستخدمت كمان كركم. لو عايزه تحطي كركم عندك ما عندكيش خلاص. ده السماق اللي انا قلت لكم عليه، ده من الاساسيات، من اساسيات التتبيله، هو والعسل الاسود او دبس العنب. تمام تمام. هحط الملح بتاعي بقى كده زي ما انتم شايفين. هظبط الملح على يعني زي ما انا عايزه، وهقلب التتبيله الجميله دي كلها كده. وبعدين هضيف بقى الفراخ بتاعتي عليها. وطبعا الفتحات دي هتساعدنا جدا جدا ان التتبيله توصل للحم من جوه، فهتديها طراوه كده وتديها طعم جميل. حطيت كمان ربع كوبايه زيت او 3 معالق زيت كبار. هنزل بقى بالدبابيس بتاعتي او بالوراك بتاعتي على حسب اللي موجود. وتنفع يعني تنفع الفراخ الكامله على فكره، تنفع الفراخ الكامله، لكن انا بحب استخدم الدبابيس، بيبقى شكلها حلو جدا في الصينيه، وبتبقى خفيفه كده في الاكل يعني. بالنسبه للاولاد يعني الاطفال كده، للاولاد. انتوا عارفين الشباب بتوع اليومين دول كده، شبابنا كده ربنا يبارك فيهم يا رب ويخليهم. بيبقوا عايزين حاجات كده على قد ايديهم كده، يعني بتبقى سريعه كده وتبقى صغيره كده على قد ايديهم. هحاول بقى اغلف كويس قطع الفراخ بتاعتي بالتتبيله زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هسيبها بقى شويه. انا بدات بصراحه المطبخ، يعني بدات بيها. خلصت بقى ايه اللي ورايا كله، وهي فضلت في التتبيله. يعني انا جهزت كل حاجه وهي في التتبيله كده. جبت بقى، بصوا، هي بتتحط كده في صينيه وبتغطيها بورق فويل وتدخليها الفرن. لكن أنا بصراحه صعبان عليا البهاريز والتتبيله التحفه اللي معانا تروح كده وخلاص. فانا جبت كام بطاطسايه كده وقطعتهم زي ما انتم شايفين. هتبلهم هما كمان. هتبلها بتتبيله حلوه جدا. هحط ملح، وهحط فلفل اسود، وهحط كمون وكزبره، وهحط بشر اللي هو الفلفل المجروش دوت الاحمر. و... وهننزل بفصين توم نقطعهم شرايح كده. وهنزل بشويه زيت برضو على الوش كده. هقلب الكلام الجميل ده كله من غير بقى ولا طماطم ولا اي حاجه. هعملها كده وهكتفي بالتتبيله بتاعتها، بتاعه الفراخ. تمام تمام. هظبطها كده في قاع الصينيه وهرصها كويس. وبعدين هنزل بقطع الفراخ عليها. بتبقى حلوه جدا وشكلها حلو جدا وشهيه وطعمها حلو. بتبقى تنفع قوي في العزومات. لو هتعمليها بنفس الطريقه كده، حطي طبعا ملح، ما تنسوش تملحوا البطاطس، لان البطاطس
ما تعتمدوش يعني على الملح اللي في التتبيله، عشان مش هتبقى عدبه كده، بتبقى دلع من غير بتاع ده، من غير ملح. فانتي ظبطي الملح بتاعك وابدأي بقى رصي كده زي ما هرص. بقول لكم بتبقى شكلها حلو جدا جدا في العزايم. يعني ما تعمليها كده وتحطي صينيه البطاطس كده بالفراخ، بتبقى غنيه كده وشكلها حلو وشيك في نفس الوقت. جربيها بالطريقه دي والله حلوه جدا. التتبيله كمان جربي التتبيله كده، وما تخافيش ابدا ابدا من موضوع العسل ده، عشان العسل بيدي لون حلو جدا وطراوه للحمه، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو جدا جدا. انسي موضوع التسكيره، مش هيأثر على الاكله، ومش هيخليها، مش هيحولها يعني سكريات، لا. هيدي طعم كده جميل قوي مع السماق والزعتر، يعني هيودي الفراخ بصراحه في حته تانية خالص. جربيها وعلى ضمانتي. طبعا اوعي تستغني عن بقيه التتبيله الا بعد ما تشيلي الفراخ، عشان دول يعني ما يتسابوش ابدا. حطيت كده زي ما انتم شايفين، هي المفروض على كده بتدخل فرن، لكن انا الصراحه يعني حسيت ان هي لازم تتلون كده شويه، فجبت فلفل الوان ورحت رصها بالطريقه الحلوه الجميله دي. وطبعا الفلفل لما يتشوي مع الفراخ بيدي طعم حلو جدا. هغطيها بقى بورق الزبده وبعدين ورق الفويل. هدخلها في الفرن، هحطها الاول من تحت شويه، بتاع نص ساعة كده، وبعدين تطلع تكمل سوا، يعني يا دوبك كده تبدأ تستوي شوية، وبعدين هطلعها بقى في الرف الوسطاني، تاخد اللون بتاعها. خلصتها بقى، قلت اعمل قلت كده اعمل طبق سلطة كده. انتوا عارفين الخضار بمجرد ما يتعرض للنار بتحسوا ان الفوائد بتاعته كل مدى بتقل. فاحنا نعمل ايه بقى عشان ناخد اكبر كمية من الفوائد بتاعت الخضار والفيتامين وكده؟ لازم طبق السلطة، لان الخضار بتاع السلطة ما بيتعرضش للنار، فما بيفقدش اي حاجة من قيمته الغذائية. فاحنا اكتر حاجة فيها فايدة حتى اكتر من الخضار المطبوخ هي السلطة. فالسلطة يعني نحاول على قد ما نقدر ندخلها في الاكلات بتاعتنا ونأكل ولادنا منها، عشان نحاول يعني نخليهم يستفيدوا بفوائد الاكل. لان احنا بنفرح بقى ان احنا بنطبخ وبنعمل خضار مش عارفه مطبوخ، ولو ان والله العظيم الاساسي ان الخضار الني دوت هو اللي بيبقى يعني فيه الفايده كلها. ونحاول نحببهم يعني في السلطه. يعني احنا اولادنا يعني معرفش، انا بحس ان هم بيبقوا بعاد قوي عن الاكلات الصحيه، يعني بيحبوا الحاجات كلها اللي هي اللي كلها بقى مقليات واكل كده، يعني حاجات كده بصراحه تتعب يعني. لكن احنا بقى نحاول واحده واحده كده ندخل لهم الاكلات الصحيه، والسلطه نحبشها باكتر من طريقه، ونعمل لها دريسنج كده حلو يغير حتى من طعمها. هياكلوها والله وهيتبسطوا منها خالص. وبعدين رمضان بقى داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين. فرمضان ده يعني سلطه وشوربه، اساسي من الاساسيات السلطات والشوربات. فاحنا السلطه بقى نحاول نغير بقى فيها. يعني النهارده نعمل مثلا سلطه خضار وطماطم ومش عارفه المره الجايه مثلا نعمل ورقيات بس، المره اللي بعديها ندخل بقى فجل، وندخل مثلا اسمه بنجر، كده. مره تانية نعمل لهم مثلا سلطه تونه بالمكرونه والمايونيز والكلام ده. يعني يعني حاجات كده نحاول بس نحببهم في اسم السلطه. والله العظيم يعني هيبداوا ياكلوها ويدخلوا كده في الحاجات الصحية. طبعا حطيت ليمون، وحطيت زيت زيتون، وهحط ملح وكمون ورشة فلفل اسود صغير. خلاص كده طبق السلطة هو كمان بتاعي خلص. وتحسوا ان انتوا واحنا صايمين كده، يعني السلطة بتنزل كده يعني تهدي المعدة كده، يعني تحسوا ان هي بتهدي المعدة. فمش عايزين نستغنى عنها خالص. رمضان جاي بقى، كل سنة وانتوا طيبين كده. نبتكر بقى على قد ما نقدر بقى. بس من الاساسيات برضو هو طبق السلطه موجود. طبق السلطه موجود لو بالذي لازم يبقى موجود على السفره. خلاص بقى هو هو خلص. فهدخله التلاجة، مش عارفه كوجي. هدخله التلاجة لغايه ما ما اطلعه يعني، واجهز الاكل. دلوقتي هعمل هعمل شويه رز بسمتي كده بالبهارات والخضار. عملته معاكم قبل كده، بس اللي داخل القناه جديد فهنعمله كده بتفاصيله تاني. هقول لكم عملنا انا شوحت بصلايه متوسطه، اديت لها تشويحه كده في معلقه زيت، وبعدين حطيت التوابل بتاعتي بتاعت الكبسه،
وحطيت فلفل اسود، وحطيت عود قرفة، وحطيت الليمون المجفف وورق لوري، وانا بحط حبهان مطحون، وبحط قرفة برضو، سنة قرفة كده مطحونة. عندي جزرايه متوسطه برضو ببشرها وبحطها، ومعجون طماطم باخد منه معلقه. ولو عندك طماطمايه عايزه تبشريها بتدي طعم حلو جدا وريحه ولون. انا ما استخدمتش النهارده طماطم مبشوره، استكفيت بس بمعلقه معجون الطماطم. الرز بتاعي طبعا مغسول ومنقوع 10 دقايق بس مش اكتر. بغسله كويس وبصفيه وبنزل بقى بالكلام الجميل ده كله زي ما انتوا شايفين. بديها تقليبه 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 كده، وبعدين بظبط الملح بتاعي طبعا لاني انا مش حاطه ملح، وبحط كميه الميه بتاعتي المناسبه وبغطي عليه. اول ما يبدا يتشرب بهدي عليه خالص لغايه ما يستوي. خلصنا كمان ادي الرز. فاضل ايه؟ فاضل الطحينه. هنعمل بقى شويه طحينه. انا معايا ربع كوبايه من الطحينه، بس هضيف عليها تاني لان حسيت ان الكميه شويه، فهزود عليها تاني. انا مش عايزه يعني مش عايزه اعمل طحينه كتير بحيث ان هي ايه ما تستنيش، يعني يا دوبك على قد الوجبه وخلاص. نحاول نقتصد يعني ايه عشان الحاجات اللي بتتبقى يعني بتتهدر حرام يعني، وكل حاجة دلوقتي بتتكلف. فاحنا نحاول نحافظ على حاجتنا بحيث ان احنا نعمل اللي على قدنا بس، على قد الطاقة بتاعتنا. لو انت عايزة بقى يستنى مثلا للعشوة، يستنى الأكلة تانية مش عارف ايه، لا انت ايه وبيكتري شوية. لكن انا بصراحة عايزة اعمل على كمية الأكل اللي موجودة بس. حطيت زي ما قلت لكم كده الطحينه وفكيتها بشويه ميه، وحطيت لها شويه زيت زيتون، واحط سنه خل، وحطيت فصين توم مهروسين، واحط التوابل بتاعتي شطه وكمون وملح، وخلاص على كده. هقلب بقى الكلام الجميل ده كله، وكلي احلى طبق طحينه ممكن تاكليه. وظبطي السمك بتاعها بقى زي ما انت عايزه. انا بحبها متوسطه، ولا تقيله قوي 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 ولا خفيفه. الفراخ بتاعتنا جهزت. هصب بقى الطحينه وهطلع طبق السلطه، بس كنت هبقى ناسيه طبق السلطه افتكره في اخر لحظه برضو، بس هطلعه. وهتشوفوا الرز بتاعي بقى بلونه الجميل التحفه الاصفر الجميل مع الخضار، مغذي جدا وحلو. الرز البسمتي كمان حلو قوي، يعني بتحسي ان هو بيبقى متظبط قوي. وخلاص كده اكلنا خلص، وبالف هنا وشفا على قلب اللي اكل. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الأيام بالخير يا رب. واحنا خلاص بدأنا شعبان، ربنا كده يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. نحاول نهتم شوية بأعمالنا عشان الأعمال في شهر شعبان بترفع. فعايزين ما ننساش الذكر والاستغفار والدعاء والصلاة على الرسول الكريم. ندعي كتير كتير كتير، ربنا يتقبل يا رب مننا جميعا. وده الأكل بتاعنا. ولو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنسينيش بقى في لايك كده، وما تنسيش كومنت حلو كده زيك. ولو اول مره تشرفينا ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. والاكل خلاص جهز كده. هعمل لكم فقره التذوق بقى. هطلع بقى ايه يعني هطلع بقى ايه منابك في الاكل. يعني عايزه تحطي قطعه، عايزه تحطي قطعتين زي ما تحبي على قد ما هتاكلي. والرز والسلطه بقى، وكلي بقى احلى طبق بقى في الدنيا. عايزه تاكلي الفراخ كده مع الطحينه ماشي، ممكن تاكليها بعيش على فكره مع الطحينه. انا ولادي بيحبوها برضو بالعيش، بيحبوها يعني بياكلوها بيفضلوها. اصلا تتبيله الفراخ رهيبه 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 والله العظيم تحفه. جربوها وقولوا لي رايكم. وهم اشوفكم